ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الجبنه البيضاء زي ما انتوا شايفين، مش عامله اي فراغات معايا، وهنعملها زي ما بنشتريها من اكبر محلات الجبنه او المعامل الكبيره، وهنعرف الطريقه المظبوطه وهنعملها بحاجات سهله وبسيطه. ومن رطل ونص من الحليب هنعمل 3/4 كيلو من الجبنة. وزي ما انتوا شايفين الجبنة غلت جدا جدا، هنعملها في البيت وهنوفر كتير. هنجيب رطل ونص من الحليب ويكون كامل الدسم، ويفضل يكون طازة لسه جاي على طول من عند بياع اللبن. وهنبدأ ان احنا نحطهم على النار كده، هنرفعهم في حلة وهننزل ب120 جرام من الملح. هفضل اقلب كده لحد ما الملح يدوب معايا، وهبدأ بعد كده انزل ب3 معالق كبيرة من المنفعة، وهفضل اقلب لحد ما اللبن يكون معايا دافي. حاجة بسيطة كده، احط صبعي في اللبن استحمل حرارة اللبن، وبعد كده هبدأ اللي انا اطفي النار عليه واغطيه بالغطا كده بتاع الحلة، وهبدأ اسيبه على جنب لحد 4 أو 5 ساعات. وبعد 4 أو 5 ساعات هبدأ اعمل الجبنة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بالسكينة. واهم حاجة عندي الجبنة علشان تطلع معايا وتكون زي المعمل بالظبط، وتكون زي ما بنشتريها من اكبر محلات السوبر ماركت. هنعمل الصندوق ده مقاسه 20 في 20، وهنبدأ اللي احنا نجيب شاشة كده بيضة وهننزل بيها في قلب الصندوق بتاعنا كده، وهننزل بالجبنة. شايفين شكل الجبنة ما شاء الله متماسكة معايا، وهبدأ اسويها كويس كده، وهبدأ اللي انا اقفل عليها الشاشة زي ما انتوا شايفين كده. بدأت اللي انا اقفل الشاشة من جميع الجهات، وهبدأ بعد كده انزل بالغطا علشان اغطي الجبنة علشان اكبسها كويس وتكون معايا زي الجاهزة بالظبط. وهبدأ اجيب ده جردل ايس كريم مليته مية، وهبدأ كده اللي انا احطه على الجبنة واسيبها من بالليل لتاني يوم علشان تصفي اي شرشة معايا. زي ما انتوا شايفين بعد ما سبتها ليلة كاملة، شايفين شكل الجبنة بعد ما قطعتها ما شاء الله عملت لي 3/4 كيلو. وزي ما انتوا شايفين اسعار الجبنة بقت بكام. هنجيب رطل ونص وهنعمل كمية كبيرة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.